ازاي تعمل اكاديميه تعليميه؟ بعد ما نزلنا الريل اللي فات واحد سالني وقال لي طيب انا دلوقتي عملت المحتوى بس معيش فلوس اكمل، ازاي يا عم اشتغل وانت قلت لي ان انا لو قوت المحتوى هشتغل؟ انا هضرب لك مثال بسيط جدا. حضرتك تقدر بقوه المحتوى بتاعك تقدر تشتغل مثلا على التليجرام، يعني تقدر انك انت تعمل قنوات تليجرام تقدر تدخل فيها الطلبه بتوعك وتتابعهم وكمان تحصل منهم المبالغ الماليه، وكل ده وانت شغال على التليجرام. العميل ممكن يشعر ان التليجرام حاجة شوية مش احلى حاجة، ولكن هو المحتوى اللي موجود جوه الأكاديمية بتاعك هو اللي فارق معاه. يعني هو داخل عندك الأكاديمية علشان قوة المحتوى بتاعتك. طيب معنى كده احنا ما نعملش منصة؟ لا طبعا، المنصة والبراندنج واللوجو والحاجات دي كلها حاجة مهمة جدا لاستمرار أكاديميتك، لكن خد بالك انا بكلمك على بداية إنشاء الأكاديمية التعليمية بتاعتك. لو قوت المحتوى كل الفرص اللي جايه بعد كده هتكون بسيطه، يعني تقدر تعمل نظام تشغيل كامل على التليجرام. وعارف طبعا انك انت هتيجي بقى تقول لي سؤال بعد الفيديو ده وتقول لي طيب بوابات الدفع ازاي هشتغل مع بوابات الدفع لو انا اشتغلت على التليجرام؟ هقول لك برضو بشكل بسيط جدا، بوابات الدفع دلوقتي بقت ابسط مما تتخيل. يعني تقدر انك انت تشترك مع كذا بوابه دفع بدون ذكر اسماء موجودين في مصر وبره مصر. كل اللي هيكلفك انك تبعت له صورة بطاقتك وتمضي معاه عقد بسيط جدا، وهيبعت لك لينك تقدر تستلم عليه الدفع بتاعك كله عن طريق حساب بنكي خاص بيك. يعني كده انا جبت لك زتونة الموضوع. كل اللي انت محتاجه لو قويت محتوى اعمل قناة تليجرام وتعاقد على بوابة دفع وبس كده.